اهلا بيكم هيما ونلعب فانسي. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا. بص يا سيدي، النهارده عندك بري سيزون خالص، عندك كومبوهات، عندك حوارات، عندك كعبله، عندك لعيبه كنت جايبها هتروح تبيعها، وعندك لعيبه كنت بايعها هتروح تجيبها. انت فاهم احنا فين؟ احنا بعيد قوي، احنا ما بقى في قصه، في حوار. يعني انت بتتكلم في واتكنز جايب 5 اجوان وجيرس جايب جول، انت مع مين فيهم؟ ما انت لازم يبقى معاك حاجه. هتبيع بالمر هتقسمه باتنين، هتبيع صلاح هتقسمه بتلاتة. انت فاهم الفكره؟ احنا رايحين لحد فين؟ ارسنال دفاعيا ماتشاتهم صعبه، يونايتد مش احسن حاجه بس دفاعهم جاب اجوان. انت فاهم احنا فين؟ عندك ويست هام المدافعين الاتنين بساكا وديوف وطايرين واوفرات وعرضيات وكلام. يا اختي خش يلا بينا يلا. يا الله أنت أروع من رمسيس، أنت أكبر من نمر. مستحيل الحلم يتحقق. صلاح يتقدم يمر. الله أهلا بكم في مهد معشوقتكم. انا ابراهيم وهنا هنلعب فانسي. اهلا بيكم. عامل ايه يا صديقي؟ اتاخرنا فاتنا كتير بس انا جاي لك بالتقيل. البري سيزون خالص، انا جاي لك عشان نحكي في اللي حصل في البري سيزون، مين اللي احنا هنشيله من حساباتنا، مين نرجع نحطه في حساباتنا، مين ما كانش موجود في الخطه اساسا ورجع اتحط اساسي. هوريك ان انا نفسي وصلت لحد ايه في الدرافت. نسبه 95% خلاص، يعني استقريت، غيرت اكتر من مره على بناء على البري سيزون، بس قدرت اوصل لحاجه يعني شبه 95%. بس يعني جاي لك بعد ما الماتشات كلها خلصت، بعد ما الكوميونتي شيت خلص امبارح وكريستال بالاس كسبت ليفربول، مش بس كسبت، عملت ماتش جامد قوي تحديدا في الشوط الثاني. جاي لك بعد ما السيتي لعب الماتش الوحيد مش عارف ازاي السنه دي. جاي لك قبل ماتش توتنهام وباريس النهائي بتاع السوبر. لسه هنشوف الدنيا فيها ايه عشان نحكم اكتر. توتنهام في كلام كتير النهارده، توتنهام عايزه سافينيو من السيتي، في قله ادب. فاهم انت فاهم وانا فاهم اللي بيحصل في البري سيزون مش مقياس، بس في مفاجآت. يعني بالمر ما جاش، بالمر مش موجود في البري سيزون، لعب كل الماتشات مش موجود، ما عملش اي حاجه، لا جوان ولا اسيستات. جواو بيدرو فارق، جواو بيدرو كل ماتش جونين ديلاب لما بينزل من على الدكه في تشيلسي. بس خلينا نروح لكل فرقه لوحدها، ده اختصار سريع بس كده. لايك شير سبسكرايب كومنت، روح نادي اللي هناك وجهز حاجه يلا بينا. بص يا صاحبي، هناخدهم بالترتيب كده واحده واحده. خلينا نشوف احنا هنتكلم عن ايه بالظبط. يلا بينا. بص يا سيدي، هنبدا بارسنال. ارسنال لعبوا 5 ماتشات، كسبوا 3 وخسروا 2، جابوا 9 اجوان ودخل فيهم 6 اجوان. ساكا جاب جونين، مورينو جاب جون، اوديجارد جاب جونين بس الاتنين من ضربتين جزاء، فدي غريبة شوية. نورجت جاب جون، جوكيرس جاب جون، هافرتس جاب جون، وساكا عمل اسيست، مارتينيلي اسيستين، زوبيميندي اسيست، هافرت اسيست، كيفيور اسيست. ده بالنسبة لأرسنال. مين اللي يهمنا جوكيرس. اعتقد ان هو هياخد البلانتيات من اوديجارد او من ساكا حتى، فهيفرق. يعني اخر ماتش ده تحديدا ظهر اكتر. الماتش الاول الماتش دي لعبه كان قدام توتنهام، لعب اخر ربع ساعه او 10 دقايق، ما كانش احسن حاجه. الماتش الاخير ده لعب كويس قوي، قدر يجيب جون. ساكا بدا يقول انا هنا، فكده يعني. كريستال بالاس عمل ماتش حلو قوي امبارح على الدغري بقى. يعني سيبك من الوديات، سيب التليفون دلوقتي وسيب كلها. كريستال بالاس عملت شوط تاني قدام ليفربول امبارح، كلهم علقه يا جدع. ايه ده؟ ايه ماتيتا ده وايه ايزي ده وايه مساحات بتاعت مونزا دي وكركيز ده بداهيه في ليفربول. في عوق، لا في عوق في ليفربول. كركيز ما اعتقدش ان هو لو فضل بمستوى الدفاع ده ما لا في عوق. بس خلينا مع كريستال بالاس كده. هم لعبوا 7 ماتشات بما فيهم الماتش بتاع ليفربول، كسبوا 4 ماتشات وتعادلوا في ماتش واحد وخسروا في ماتشين. جابوا 12 جون، دخل فيهم 9 اجوان. مبدئيا مين سجل؟ ماتيتا عندك بتتكلم في 5 اجوان، ماتيتا لوحده 5 اجوان. مونيز جاب جون، ايزي جاب جونين، لوكيرس جون، اسماعيل صار جور،
عندك الماتيتا اسيستات برضو هتلاقي عمل اسيست، وميتشل اسيست، ومصطفى اسيست، واردون اسيست. فكريستال بالاس يعني تقدر تحط 7.5 او 6.5 بتوع 7.5 في ماتيتا وانت مطمن. بس هو المشكله ان جدولهم في الادو في الاول مش احسن حاجه. خش عندك على ايفرتون مش هنحكي كتير، لان انت لو هتركز على حد في ايفرتون فهو بيتو الفيرود، ونضاي في نص الملعب، وفي هول بتاع دارسون هول بتاع في نص الملعب اللي كان بيلعب في ليستر، نازل ب5 مليون وعامل يعني ماسك ركنيات، ماسك كرات ثابته، وعامل اسيستات. خلينا نشوف. عندك ايفرتون لعبوا 6 ماتشات، اتعادلوا 2 وخسروا في 4، ما كسبوش ولا ماتش، سجلوا 4 تجوان، دخل فيهم 10 تجوان. بيتو جاب جون زي ما بقول لك من ضربة جزاء، ادريس جناجاي جاب جون، ونضاي جاب جون، وفي جون دخل فيهم يعني كده، وارمسترونج عامل اسيست، وادريس جناجاي عامل اسيست. نيوكاسل والحالة تعبانة، حالة تعبانة، اصابات، وايزاك مش بيلعبش، 6 ماتشات برضو ما كسبوش ولا ماتش، اتعادلوا ماتشين وخسروا 4 ماتشات، سجلوا 5 تجوان ودخل فيهم 13 جون يا مؤمن. عندك ميرفي جاب جونين، إيلانجا جون، بارنس جون، وتارجت جون. عندك مايلي عمل اسيستين، وجوردن اسيست، وتونالي اسيست. توتنهام اصحالي بقى، اصحالي عشان توماس فرانك مش هيحل. توماس فرانك مش هيحل حد. لا توتنهام يعني احنا اكيد مش هقيمك يعني على ان هم هياكلوا الدوري من اول السيزون، بس لا توتنهام فرقه. توماس فرانك حتى بصمته الدفاعيه في ماتش ارسنال يعني حتى لو ارسنال جوه ال 18 بتاع توتنهام دول مش قادرين يجيبوا جون، مفيش حلول ان هم يقدروا يجيبوا جون. توتنهام لعب 6 ماتشات، كسب 2، تعادل في 3، وخسر مره واحده. ده جاب 6 جوان، استقبل 7. عندك صار جاب 3 جوان، جونسون جاب جون، وفيزوكيتش جاب جون. عندك دانسو لعب عمل اسيست، نينسون اسيست، قدوس اسيست. ففيها يعني. خش على نوتنجهام، وهنا يا معلم ارمي في الدفاع، يعني خد من نوتنجهام اي حد في الدفاع، سالس بقى في الجون، اينا، متروفيتش، اي حد، المهم لازم يبقى عندك دفاع من نوتنجهام. انت بتتكلم في فرقه لعبه 7 ماتشات، عاملين يعني تعادلوا في 5 وخسروا في 2، وعاملين 5 كلين شيت، يعني 5 كلين شيت، انت فاهم؟ 5 كلين شيت في 7 ماتشات، وجابوا جون واحد بس، كريس وود اللي جاب. ساندرلاند لعبوا 8 ماتشات، كسبوا ماتشين وتعادلوا مرة واحدة وخسروا 5، جابوا 7 تجوان ودخل فيهم 11. لسه ما تقدرش، اكيد مش هتغامر بحد يعني من ساندرلاند. عندك ويست هام عشان يهمنا فيها بيساكا، ويهمنا فيها بوين، ويهمنا فيها ديوف اللي ظهر جديد على الساحة، وفلوكيجر طبعا. عندك لعبوا 5 ماتشات، كسبوا 3 وتعادلوا مرة وخسروا مرة، جابوا 9 تجوان دخل فيهم 5. باكيتا جاب جون، ليفرينج جاب جون، مارشال جاب جون، بون جونين، وفلوكيجر جاب جونين. سوتشيك عمل اسيست، وباكيتا اسيست، وبون اسيست، وديوف اسيست. ديوف نزل بنفس سعر وان بيساكا، الاتنين ب4.5، واحد يمين واحد شمال، الاتنين طايرين فاتحين الملعب. واحد منهم يفرق معاك، عايز تمشي مع الطيار تطلع مع بيساكا في الاونر شيب، تمام. تفرنشل شويه تنزل لديوف، تمام. الاتنين نفس السعر بنفس الادوار، سواء الهجوميه او حتى الدفاعيه. وولفز واللي مش كتير حاطين عين عليه، وولفز لعب 4 ماتشات، اتعادل مره وخسر 3، وسجل 3 اجوان واستقبل 7 اجوان. ده معناه ان في كارثه في الدفاع. وولفز. يونايتد عظيمه يا انجلترا، عظيمه يا مانشستر. عندك اخوك سيسكو النهارده نزل 7.5 فيرود. يونايتد لعب 7 ماتشات، كسب 4، تعادل 2، خسر مره، سجل 12 جون، دخل فيه 7. عندك بص بقى في اليونايتد، مفيش حد ما جابش جوان في اليونايتد باستثناء امبويبو وكونيا. عندك هيفن جاب جون، مارتن جاب جونين، برونو جاب 3 جوان، هويلاند جاب جون، ويليامز جون، دارجو جون، امادا ديالو جون، وماونت جون. طب الاسيستات برضو عندك برونو هتلاقيه عامل اسيستات، ماونت اسيستات، دارجو اسيست، ماينو، امادا ديالو، واوجارتي. تستفيد ايه من الكلام ده يا معلم؟ تستفيد اللي انت لازم يعني ممكن تفكر في دارجو،
ان اليونايتد 4.5، الراجل جاب جون وعامل اسيستين، لعب الماتشات كلها اساسي، هو فاتح الملعب شمال. هتلاقيني حاطط لك دلوقتي، هتظهر لك صور بالظبط دلوقتي. هنبدا من اول بقى، هنا هتشوف انت اللي انا كنت بقوله لك ده، هتشوفه عن طريق احصائيات نازله قدامك دلوقتي. هتشوف ان اليونايتد كان دورجو بيلعب في باك في ناحيه، وامادا ديالو بيلعب في ناحيه تانية. وهتشوف ان مين اللعيبه اكتر ان انت محتاج انك تتفرج عليها او انك تحط عينك عليها، وممكن تفيدك، وكانت نفع فرقها جدا في البري سيزون. خش بعد كده عندك دوبرافكا ب4 مليون، لسه رايح بيرلي بس ملعبش ولا ماتش لسه في السكواد. ستيفي ب4 مليون، المدافع اللي اتكلمنا عليه قبل كده، لعب الماتشات كلها ما جلاش ماتش. خش بعد كده عندك مين ممكن نتكلم عليه؟ مين؟ السيتي، ما جبناش سيرة السيتي لعب ماتش واحد قدام باليرمو. هالاند جاب جون، رودرز جاب جونين. بص، رودرز او تيجاني رايندرز، قصدي من تيجاني رايندرز. رودري خلاص يعني، رودري بيقولوا ان كان غلط ان هو لعب كاس العالم او كام دقيقه الماتشين اللي لعبهم يعني، والدقايق اللي لعبها ده كان غلط عليه، فموضوع الركبه رجع تاني للصليبي. فالكلام اللي طلع من جوارديولا نفسه 5-6 شهور. انا ما اضمنش جوارديولا، ممكن في 12 تلاقي رودري رجع في الدكه تاني عادي جدا. بس باللي بيتقال ده رودرز خلاص يعني، رودرز هو اللي هيلعب في نص الملعب، لان ما اعتقدش ان هو مقتنع بنيكو اللي في نص الملعب ده. ما اعتقدش يعني ان جوارديولا مقتنع بيه، مش فنوش كتير السنه اللي فاتت. فهتلاقي تيجاني راندرز الاساسي، هو مش عشان خاطر جاب جونين بس، هو عنده يعني، هو هيجي منه. ممكن يبقى تاخده لعيب ب5.5 مليون ترميه على الدكه، ينفعك في ماتشات، يجيب لك نقط في اوقات معينه، بس مش هيكونش عامل اساسي عليك. انا جبته، مش هقول لك ما جبتوش، انا جبته، بس انا هقول لك انا جبته ليه لما نوصل للدرافت بتاعي في اخر الحلقه. اعتقد كده احنا يعني ايه لخصنا الدنيا شويه بالنسبه للبري سيزون. تعال اخدك بقى في حته تانية، وهي الكومبوهات. الكومبوهات دي، انت دلوقتي عندك فرقه شبه تشيلسي مثلا، عملت بري سيزون جبار. بالمر ما كانش موجود، جواو بيدرو كان متالق، ديلاب لما نزل من على الدكه في اخر ماتش حط جونين. في تشيلسي فيها حوارات. طيب انا دلوقتي مش عايز ابدا ببالمر، او حاسس ان بالمر يقلقني. هحلها ازاي؟ اقول لك انا هتحلها ازاي. هتحلها انك هتفك بالمر ب2 لعيبه، وهتعملهم كومبو، واحد مثلا دفاع مع جواو بيدرو. ديلاب وجواو بيدرو مع بعض لا، ما انصحكش يعني، مش هتستفاد منها حاجه. بس على الاقل واحد من ديلاب او جواو بيدرو، على حسب مين هياخد دقايق اكتر، واعتقد جواو بيدرو هيبقى اكتر يعني. ديلاب دايما اعتقد هيكون بديل. ممكن نشوف الاثنين في اوقات في الملعب، هي ما حصلتش بس ممكن نشوفها. بس زي ما بقول لك، انت عايز تفك بالمر، عندك كوكوريلا اوبشن جامد جدا، 6 مليون، بيلعب في ال18 كتير، دفاعيا مش احسن حاجه بس هو عنده الاتاك ريتيرن بتاعه عالي قوي مع جواو بيدرو زي ما بقول لك. فانت كده قدرت انك تفك بالمر ب2 لعيبه، واحد 6.5 او واحد ب6 وواحد ب7.5. يعني اعتقد على مدار السيزون هتلاقيهم الاثنين مع بعض معوض لك نقط بالمر. نروح على ليفربول. بص، ليفربول امبارح ماتش كريستال بالاس ده، يقول لك ان صلاح مش هو صلاح السنه اللي فاتت، مش عشان خاطر صلاح، عشان خاطر طريقه اللعب. حتى جابكوا تألق في الوديات اللي قبليها، وجاب اجوان على عيني وعلى راسي وكل حاجه، بس ستيل صلاح مش صلاح. طريقه اللعب امبارح، تتفرج على الماتش، لو انت شفت الماتش زي ما انا شفته، مفيش لعب على الاطراف من ليفربول. فريمبونج دايما ساحب الملعب ناحيه اليمين، وصلاح بيخش في العمق. طب لما صلاح بيخش في العمق، كيتيكي وفيرتس فارقين الاثنين. في فيرتس ده بلوة كوره، ده حريف كوره، انا ما بيهزرش، معلم بجد في نص الملعب. فانت خافت من صلاح، مع ان انا مش مع الاوبشن ده يعني، بس انت حاجه ممكن تفكر فيها. شايف ان صلاح ما عملش حاجه في البريسيزون غير جون كده، كوره جات له في ال18 وحطها. بس لو انت بتفكر تقدر تفك صلاح بمثلا فريمبونج مع فيرتس، او فيرتس مع ايكيتيكي، فيرتس مع كيركيز، مع ان كيركيز دفاعيا وحش قوي وطلع امبارح ونزل مكان روبرتسون. فريمبونج كمل الماتش لاخره.
الاتنين دفاعيا مش احسن حاجه سواء فريمبونج او كيركز، بس فريمبونج على الاقل هجوميا كان اعلى، والجون اللي جابه حتى لو قلشت من رجله بس رجله في ال 18 كتير، فتقدر انك تفك ال 14 ونص بتوع صلاح في كذا حاجه، في 3 حتى من ليفربول، مش لازم 2. فريمبونج وفيرتس كتيكي، بس دايما هيكون فيرتس عامل معاك اساسي، ده لو كمان معاكش فيرتس وصلاح مع بعض. خش بعديها استون فيلا، واتكنز يا معلم مكسر الدنيا هناك وعامل دكن و5 تجوان وقله ادب يعني. انا اشتريت، مش هكدب عليك، انا دخلت تيم واتكنز مش تيم جواكيرس خالص. محتاج اتفرج على ارسنال في الماتشات هتبقى عامله ازاي يعني، خصوصا اول 6 ماتشات وحشين قوي يعني. فانا دخلت في سكه واتكنز. تقدر نيوكاسل تدبل اب، عندك روجرز مع انه اصابه بس لسه ما قابلش الاصابه يعني، لسه ما حدش عارف مدى الاصابه لحد فين. في الوينج الجديد اللي جابوه نزل ب6.5 مليون. عندك مالين 5.5، مش عارف لسه هيكون شكله ايه بعد الوينج الجديد ده. دفاعيا برضو ماتشاتهم في الاول حلوه، تقدر تجيب كونسا، عندك مينجز اوبشنات ب4.5 وعسل يعني. فتقدر برضو انك يعني مش قادر على واتكنز تجيب روجرز ومدافع، مش عايز تجيب روجرز تجيب واتكنز كفايه، فبرضو عندك كذا اوبشن في الحته دي. ابعد عن نيوكاسل دلوقتي بلاش يعني، في اصابات كتير، مش ميرفي بيلعب شويه وإيلانجا بيلعب شويه، بارنز جوردن اتصاب، بارنز لعب، فمش عارفين لسه الدنيا فيها ايه. نوتنجهام لازم يبقى معاك دفاع من نوتنجهام على الاقل سالس او حد من المدافعين بتوعهم بقى، سواء اينا او متلوفيتش ايا يكن، المهم لازم يبقى معاك على الاقل اندرسون حتى، او اندرسون نيكو ويليامز، كل دول اوبشن. عندك اوبشنات ب5 واوبشنات ب5.5. فتقدر لازم يعني نوتنجهام حتى لو هجوميا هم مش احسن حاجه، بس عاملين 5 كلين شيت، حتى لو مش مقياس قوي في الوديات، بس برضو تقدر تحط عينك عليهم. عشان ما اطولش عليك يا صديقي، يلا نشوف انا وصلت لحد فين في الدرافت بتاعي. بص يا صاحبي، هقول لك انا رحت لحد فين. عايز تيجي معايا اهلا وسهلا، عايز تروح مع غيري، وخلي دايما لازم يبقى عندك رأي، تسمع مني، تسمع من اي حد يكلمك بقى، صاحبك حتى لو حد بيقدم محتوى، ايا يكن مين الشخص اللي انت بتتفرج او تحاول انك تدردش معاه كفانسي كغيره. عود نفسك لو انت رايح دماغك في حتة خلاص روح، ما تمام. انت شفت حاجة بعينك مقتنع بيها، ممكن يكون انا مش شايفها، ممكن يكون كلنا مش شايفها، بس انت لمسها، فخليك مكمل معاها للاخر، ما تيأس. ابدأ غلط ابدأ صح عادي، بنبدأ وبنرجع نغير بعد اول جولة واثنين وثلاثة واربعة. فأهم حاجة تكون قاري المشهد كله كويس، وما تكونش عامل حسابك انك تتزنق في خطة او تتحجم في 2-3 لعيبة هم اوت اوف، ده غلط يعني. دي اهم حاجة تاخد بالك منها، ما يبقاش عندك حد اوت خالص بمعنى كلمة اللي هو حتى ما بيلعبش. فانا يا سيدي دلوقتي بقى معايا جون بتاع برايتون، فيرجن بين، ايه ما اختلفناش كلنا عارفينه. معايا في الدفاع بلعب ب3 بيدرو بورو، وان بيساكا، وميلينكوفيتش من نوتنجهام. نص الملعب هتلاقي عندي قدوس، صلاح، نداي من ايفرتون، وتيجاني راندرز من مانشستر سيتي. الهجوم، وهنا بقى اللي انا جديد بالنسبه لي او اخر حاجه انا وصلت لها، ودي حاجه كنتش عامل حسابي عليها يعني، ان انا هبدا بهالاند، جواو بيدرو، وواتكنز. ده لحد دلوقتي الدكه فيها دوبرافكا، رونالدو، رامسي، وستيفي. ده تقريبا كده الدرافت بتاعي بنسبة 95%، قابل للتغيير عادي جدا. ممكن اي لحظة هبل في دماغي انا هعمل كذا هروح اعمله، مش هجلي حاجة يعني. فزي ما بقول لك، عاود طول ما انت عندك دماغك بتروح وتيجي مع حاجة بعينها يعني. لسه في ماتش توتنهام وباريس ده، انا لو شفت حاجة بعيني ممكن اغيرها عادي جدا، مش مقياس يعني. بس ان شاء الله نتقابل يوم الخميس، اوعدك انك هتلاقي حلقه خميس او جمعه باذن الله قبل الحلقه، غير الحلقه دي. الدرافت النهائي، الشكل النهائي، الترتيب النهائي، التفاصيل الجديده
هتلاقي لينك الدوري بتاعنا هينزل لك دلوقتي هنا. تعالى نلعب فانسي كلنا مع بعض. الليج بتاعنا داخلين على 200-300 واحد دلوقتي ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. وهحط لك كل اللينكات اللي محتاجها. لو عايزين نطلع لايف على قبل الديدلاين ممكن نطلع لايف مع بعض بقى هنا على اليوتيوب، على تيك توك، تليجرام. ممكن نبقى نجرب الموضوع ده ونشوف الدنيا هتودينا لحد فين. شكرا انك وصلت لحد هنا يا صديقي، واسف اني اتأخرت عليك. ونستنوا الجديد. هيما ونلعب فانسي. لايك، شير، كومنت، سبسكرايب. والسلام عليكم.